السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي العيال ليه مش بتخف؟ هو الطفل ليه بيتعب بيرجع أسبوع يبقى كويس، يرجع بعده على طول يتعب تاني ياخد نفس الدور؟ يا ترى هو بينتكس ولا هو بياخد دور جديد؟ ولا بيحصل ايه اللي بيحصل؟ العيال تعبت من كتر العلاج ومن كتر الحقن ومن روح وجاي للدكاترة. فعلا العيال تعبت والعيال مش بتخف. طب يا ترى ايه السبب؟ ايه اللي وصل العيال لكده وايه اللي خلى العيال مش بتخف خالص؟ دور البرد بقى متكرر بشكل غريب وبشكل صعب. يعني الطفل بينتكس على مدار 3 4 أيام تلاقي الطفل رجع انتكس تاني. طيب الموضوع كله بيتوقف على المناعة وإن الطفل مناعته ضعيفة، فبالتالي بيرجع يلقط الفيروس بشكل أسرع. النهاردة هنتكلم إزاي نرفع مناعة الطفل عشان نمنع تكرار الفيروس للطفل. يلا نتكلم في الموضوع ده أكتر. بس لو أنت أول مرة تشوفيني، أنا أم العيال ودي قناتي عليها كل اللي يهمك أنت وبيتك وطفلك، ويلا بينا نبدأ. تعالوا نتكلم في أول نقطة من نقط إزاي أرفع مناعة طفلي، وهي تنظيف أنف الطفل. تنظيف أنف الطفل ده مهم جدا جدا في موضوع دور البرد. لازم أنظف أنف طفلي باستمرار بشفاط الأنف وبالطريقة اللي هيقول لي عليها الدكتور. لو أنت متابعة مع دكتور هتسألي على إيه الطريقة الصح لتنظيف الأنف. لو أنت مش متابعة مع دكتور، اليوتيوب ما خلاش حاجة. طيب تنظيف الأنف ده أهميته إيه؟ أهميته يا ست الكل رقم واحد، بيتخلص من كل الإفرازات اللي في الأنف اللي بتنزل على الصدر فبتعمل مشاكل كبيرة في الصدر. رقم اتنين، بينظف مجرى التنفس للطفل فبيتنفس بأريحية والموضوع بالنسبة له أريح وأفضل بشكل كبير. تالت حاجة، بيمنع جفاف الفم، لأن الطفل بيبقى أنفه مسدود فبالتالي بيتنفس من بقه، فهو بيريحه من الموضوع ده خالص. رابع حاجة، بيخلصك من دور البرد بشكل أسرع. انت بتنهي على او بتقضي على دور البرد بشكل اسرع بسبب تنظيف الانف. رقم اتنين بقى يا ست الكل، الرضاعة الطبيعية. مش هننسى دور الرضاعة الطبيعية للطفل، وخصوصا مع نزلات البرد ومع دور البرد. سبحان الله، ربنا في لبن الأم عامل زي أجسام مضادة كده لكل الفيروسات وكل الأمراض اللي في الجو. الطفل لما بيرضع بيبقى عنده مناعة أقوى وبشكل أفضل وبتشتغل بشكل أفضل معاه، وبالتالي الرضاعة الطبيعية مهمة جدا جدا لرفع المناعة. رقم 3، عندي قاعدة مهمة بتقول أقلل سكريات وأزود أسماك. أقلل سكريات، السكريات بتدمر الجهاز المناعي وبتضعف المناعة للطفل، وأزود قصادها أسماك. الأسماك فيها كل العناصر الغذائية اللي الطفل محتاجها عشان يرفع مناعته. يعني لو أنتوا بتاكلوا أسماك مرتين في الشهر، نخليها مرة في الأسبوع. بناكل مرة في الأسبوع، نخليها مرتين في الأسبوع. الأسماك مهمة جدا في فصل الشتاء خصوصا، لأن فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحارب الفيروسات والأمراض بتاعة الجو. طيب أنا هقلل سكريات، بس معلش أنا احديله عسل نحل؟ لا، انا عايزه اقول لك ان عسل النحل مش كل عسل النحل الايام دي مفيد. يعني عسل النحل الدكاتره قالوا معلقه في اليوم، ومش كل انواع عسل النحل. عسل النحل الجبلي هو اكتر انواع عسل النحل المفيده حاليا. وطبعا معروفه ان عسل النحل ما ينفعش ادخله للطفل قبل سن السنه. طيب النقطة اللي بعد كده عشان أرفع مناعة طفلي بقى النظام الغذائي السليم أو النظام الغذائي الصحي اللي هيرفع مناعته. أزود خضروات على قد ما أقدر، أزود فاكهة على قد ما أقدر، أدخل الخضروات في شوربة أيا كان نوع الشوربة، أزود بروتين، أزود فاكهة. الفاكهة فيها كل العناصر الغذائية اللي الطفل بيحتاجها، فأنا أزود فاكهة وخضار على قد ما أقدر. والتنويع طبعا مهم عشان أضمن إن طفلي حصل على كل العناصر الغذائية المطلوبة. النقطة الأهم بقى في الموضوع كله، واللي أنا شايفاها العامل الرئيسي في الجهاز المناعي للطفل، وهي نوم الطفل. لازم الطفل يبقى نايم بدرجة كافية، يبقى واخد كفايته من النوم، ولازم ينام فترة الليل. فترة الليل هي المسؤولة عن تنظيم الجهاز العصبي للطفل، وعن رفع الجهاز المناعي للطفل أو رفع عمل الجهاز المناعي للطفل. لازم أطمن إن طفلي نايم نوم سليم، نوم مريح، فترة كافية من النوم. لازم ياخد كفايته من النوم، ولازم الأمهات تركز على الحتة دي بالذات. ما ينفعش تسيبي طفلك يسهر وتقولي طفلك بيتعب مني، لا، لازم ياخد كفايته من النوم وخصوصا في فترة الليل. وبعد ما اتكلمنا وبإذن الله لو عملنا كل اللي قلنا عليه، هنحاول بقدر الإمكان إن الجهاز المناعي للطفل هيتحسن بصورة أفضل وبشكل أحسن. وبإذن الله لا هنحتاج لدكاترة ولا هنحتاج لعلاج تاني، وبإذن الله الأطفال تخف يا رب، والشتاء يعدي علينا لطيف وظريف كده ويعدي بسلاسة كده يا رب إن شاء الله. ولحد كده أنا خلصت الفيديو. لو عجبكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في